والله زي ما بقول لك كده، كورة الاهلي قادرة انها تكسب ريال مدريد لان الاهلي بيلعب كورة جماعية حديثة من لمسة ولعبة، وبيلعب تحركات من خلف المدافعين سواء طويلة او عرضية وبدون كورة. فقادر الاهلي انه يكسب ريال مدريد بتحركاته وفرض شخصيته، ولكن ينقص الاهلي عمق الملعب سواء الهجومي، انه يلعب ما بين قلبين الدفاع وانه يفنش الكوره في الجول. ودي النقطه اللي انا بعتبرها من اهم عيوب الاهلي، وهو عدم وجود سترايكر قوي يقدر يخلص كل كور الاهلي اللي بيوصل بيها لمنطقه الجزاء. ولكن اللي بيميز الاهلي وينجاته واطراف ملعبه ونص الملعب القوي جدا اللي يقدر يفرد شخصيه الاهلي الكرويه، واللي هنتكلم عليهم في 3 نقط مهمين جدا. فتعالى نعرفهم. اهم ال3 نقط بتميز الاهلي وبتخليه دايما يفرد شخصيته واسلوبه لعبه وهويته الكرويه على اي منافس في العالم. اول نقطه كنا هنتكلم فيها وهي اللعب الجماعي اللي بيميز النادي الاهلي. اما تاني نقطه وهي الاستحواذ